السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد من عالم إسراء دي اي واي. عمركم جربتوا تعملوا علاقة مفاتيح من الجبس وصلصال الفوم؟ أنا كنت فاكرة إن الفكرة دي مش هتنفع، بس اتفاجئت بالنتيجة، وبجد النتيجة صدمتني جدا لما شفتها في الآخر. من خامات بسيطة جدا هنعمل علاقة مفاتيح شيك جدا. كملوا معايا الفيديو للآخر لو انتم مهتمين بالفيديو، وكمان ياريت لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي انزلوا حالا اشتركوا فيها وفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا إشعار مني بكل جديد أنا بقدمه، واعملوا لي لايك حلو زيكم، ويلا بينا على الطريقة. هنحتاج اي طبق بلاستيك عندنا كده مش محتاجينه. طبعا انا هستخدم الفكرة بتاعت النهاردة بدون قوالب، فهي فكرة النهاردة سهلة جدا واي حد يقدر ينفذها في البيت، خصوصا لو ما عندوش اللي هو القوالب بتاعة الكونكريت او الحاجات الخاصة بيه. ده كده صباع شمع قسمته نصين كده علشان ابدأ ان انا اثبتهم في العلبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين الطريقة كده، علشان دي تبقى الفتحة بتاعة العلاقة بتاعة المفاتيح اللي انا هعملها. وعلشان لما نيجي نصب الجبس وملزقش معانا في القالب اللي احنا بنستخدمه، هنجيب كده اي منديل عندنا ونبقى نبدأ كده ان احنا نوزع بيه الزيت بتاعنا او فازلين او اي حاجة كده مادة دهنية عشان ما تلزقش معانا. ببدأ كده ان انا اوزع في كل العلبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده كويس، عشان لما اجي احط الخليط بتاع الجبس ما يلزقش معايا ويكون كمان كويس معايا في الفينش بتاعه. وده كده بقى شكل العلبة بعد ما وزعنا فيها زيت كويس. هنحطها بقى كده على جنب ونجيب الخليط بتاعنا. هنجيب كده كوبايتين جبس ومعاهم كوباية مية، وهنجيب كده اي علبة عندنا عشان نقلب فيها الجبس مع المية، واي معلقة بلاستيك مش هنستخدمها تاني. هبدأ بقى ان انا احط كده اول كوباية جبس معايا في العلبة، وبعد كده بقى المية دي هبدأ ان انا انزل عليها تدريجيا كده واقلب كويس. هفضل اقلب كويس جدا لحد ما الخليط معايا يكون كده مفيش فيه تكتلات، وبعد كده هحط كوباية الجبس التانية وهبدأ برضو ان انا اقلب بنفس الطريقة، واحط المية تدريجيا لحد ما يبقى القوام معايا مظبوط، لا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، بحيث ان انا لما اصبه في القالب معايا يبقى يتوزع كويس وفي نفس الوقت اقدر ان انا اشتغل عليه. بعد ما خلطت الجبس كده كويس زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ان انا اجيب القالب بتاعي وابدأ اصب كده الجبس كله في القالب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى هحرك العلبة يمين وشمال عشان اي بابلز او فقاعات في العلبة كده تتشال، وكمان الخليط يتوزع كويس بكل سهولة في العلبة زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا ازود بقى تاني الخليط عشان اعمل العلاقة بتاعة المفاتيح بتاعتي تكون سميكة شوية، ما تكونش طبقة ضعيفة وتتكسر مني بسهولة. بعد ما ضفنا الطبقة التانية كده برضو ببدأ ان انا اهزها كده علشان البابلز اللي فيها كده تطلع زي ما عملنا في الطبقة الاولى، بحيث ان يكون الشكل معايا ناعم كده والفينش كويس. بعد كده بقى دي كده قطعة صلصال فوم عملتها على شكل جينجر هاوس او البيت البسكوت. هبدأ بقى ان انا احطها في الجبس كده في النص علشان ازين بيها شكل العلاقة بتاعة المفاتيح. في الفيديو اللي قبله ده على طول عملت افكار لزينة راس السنة من صلصال الفوم، من ضمنهم البيت اللي هو بتاع الجينجر هاوس ده. لو حابين تشوفوا الطريقة وتشوفوا الافكار اللي عملتها بالتفصيل، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت لو انتوا حابين تشوفوه. ودي كده قالب بتاع الشوكليت بيجي من مستلزمات الحلويات، عملت فيه كده الجبس صبيته فيه، والطبعة اللي بتبقى فيه كده بيبقى اشكال زي زينة راس السنة كده، زي ما انتوا شايفين شكل الشجرة وفيونكة والجرس والقلب ورقاقات التلج وهدية وورقة كده شجرة واشكال حلوة كتير. برضو القالب ده متوفر في اي محل مستلزمات حلويات بتاع قالب شوكولاتات. في رسومات كتير جدا ممكن تعملوا الاشكال اللي انتوا حابينها وبتصبوا فيها الجبس كده وتعملوا منها افكار حلوة. القالب ده تقريبا كان ب10 جنيه او حاجة يعني في الرينج ده، فمش غالي يعني. ودي كده كل الاشكال اللي طبعت معايا في الجبس زي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي. هنبدأ بقى ان احنا نزين بيها علاقة المفاتيح بتاعتنا، بس قبل كل ده هنحط بقى العلاقات اللي احنا هنعلق عليها المفاتيح. اي مسمار عندكم كده تتنوه بالشكل ده، او مسمار جنش كده بيجي من عند الموان. انا ثبتهم كده باي عصاية عندي، وهبدأ بقى ان انا احط كده الاشكال اللي احنا عملناها بالجبس كده، ونزين بيها العلاقة بتاعة المفاتيح. في الأول كده في أول التجربة، أول ما حطيت الرسمة كده وبدأت إن هي تتحط في الجبس والألوان تختفي معايا زي ما انتوا شايفين كده وتتشرب، بدأت أخاف وأقول خلاص كده الفيديو باظ، وكمان الرسومات دي كده بعد ما تنشف خلاص هتكون شكلها مش موجود أصلا، وهتكون بس عبارة عن لون. خصوصا كل ما احط واحدة كده الاقي اللون مرة واحدة كده في المية بتاعة الجبس بيقوم دايب كده، وتحس ان هي مفيش اي رسمة خالص. بس رجعت ان قلت خلاص هكمل، ولما تنشف هنشوف النتيجة وكده، يعني يا صابت يا خابت. لو هي حلوة هنزل لكم الفيديو، لو مش هي حلوة بقى خلاص انا كده ايه هستعوض ربنا في الفيديو اللي انا عملته. وزعت بقى الاشكال كده زي ما انتوا شايفين كده، فقلت خلاص انا كده استعوض ربنا، ما استناها بقى اما تنشف وبعد كده نشوف النتيجة. بس جت في فكرة كده في بالي ان انا احط تاتش اخير علشان لو يا صابت يا خابت. قلت كده اجيب جليتر باللون الاحمر وابدا ان انا كده ارش على الفراغات اللي باللون الابيض دي في الجبس شويه جليتر.
بحيث ان هي تديها لمعة كده حلوة، لو الاشكال اللي فيها باظت تبقى فيه كده جليتر كده، يعني ايه يدي اي شكل او اي منظر. وبدأت ان انا اوزعه كده على اللون الابيض اللي في الفراغات كده اللي في الجبس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هاسيبها لمدة 3 أو 4 ساعات تنشف، وهاوريكم النتيجة النهائية. ترى وده كده النتيجة النهائية لما خلصت. بصوا شايفين شكلها بقى قمر ازاي؟ بجد ما كنتش متوقعة ان الرسومات هترجع تاني زي ما كانت، وحرفيا اتصدمت من النتيجة، خصوصا ان هي كانت بتبوظ معايا وانا برص كده الاشكال زي ما انتوا شفتوا في الاول. تعالوا بقى نطلعها كده بالراحة من القالب، افكها كده من الجوانب، وبعد كده هقلبها بالشكل ده وهتطلع معايا بكل سهولة، خصوصا ان احنا كنا حاطين طبقة زيت في الاول فهتفك معايا الشكل بكل سهولة. وده كده بقى شكلها. هبدأ بقى ان انا اشيل كمان الجزئين اللي فوق دول بتوع الشمع، عشان ابدأ ان انا احط فيها التعليقة بتاعة المفاتيح. هجيب بقى كده خيط صوف زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب منه قطعة كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ادخلها كده في المكان الفتحات اللي احنا عملناها دي بكل سهولة كده هتدخل معايا. ومن الناحية التانية هبدأ ادخل برضو الجزء الطرف التاني كده من الخيط، وهطلعه كده بأي إبرة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهشدها كده بكل سهولة. بعد كده بقى هعمل في الخيط كده عقدتين فوق بعض، علشان تبقى التعليقة بتاعة المفاتيح معايا جاهزة. ولو انت وصلت معايا للدقيقة دي ونسيت تحط لايك، ياريت تحط لايك حلو زيك عشان تشجعني ان انا اقدم لكم كل جديد. بعد كده بقى شلت الزيادة بالمقص بالشكل ده. ترى وده كده شكل علاقة المفاتيح النهائي، شكلها طلع قمر قوي. بجد طلعت تحفة والنتيجة صدمتني. قولولي ايه رأيكم في الكومنتات، وهتجربوها ولا لأ؟ تعالوا بقى نشوفها دلوقتي، هنعلقها كده على الحيطة ونحط عليها المفاتيح ونشوف شكلها النهائي. وده كده شكلها لما علقتها على الحيطة وحطيت عليها المفاتيح، بجد طلعت تحفة قوي، وشكلها في الطبيعة احلى كمان من التصوير بكتير. بجد تحفة، لازم تجربوها. شايفين التفاصيل القمر فيها شكلها حلو ازاي ومبهجة جدا، اللهم بارك. جربت معاكم افكار كتير جدا بصلصال الفوم، عملنا برضو افكار كتير من صلصال الفوم مع البايب كلينر، وعملناه مع اي حاجة كده تخطر على بالكم. والمرة دي جربناه مع الكونكريت او الجبس، بجد طلع تحفة قوي وشكل مبهج، اللهم بارك. تقدروا تنفذوها بقى في البيت بكل سهولة. طبعا اي قالب في البيت عندكم تقدروا تعملوا الشكل اللي انتوا حابينه، وتعملوا بقى التاتشات بتاعتكم كده بصلصال الفوم. بجد هتطلع تحفة معاكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا اتبسطتوا منه كده واتسليتوا. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك بالقناة، وفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه في عالم اسراء DIY. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، بحبكم جدا، سلام.